يخرب بيت سلامك. اتفضل. ما هي تسكنوا تحت يا تركبوا اسانسير. الواحد كل ما يكبر زي ما يكون مستلف جسمه من حد ومش واخد عليه. مساء الخير يا ولاد. انت مين وعايز ايه؟ ازيك يا انشراح؟ مين يا ماما؟ انا ونوس يا حبيبي، عمك ونوس. كبرت يا روح، كبرت يا هلا، اطلع لك دقني كمان. لا سلام على طعم. يا روكا فينا يما. ايه مالكم؟ ما تقعدوا. انا صاحب ابوكم ونوس، ماما تعرفني. ما كناش بنفترق لحظه من ايام ما كانت نشرح لسه بضفاير قد الكتكوته دي. بنتك دي يا نرمين؟ لا دي بنتي انا. انا كده اتلخبطت. يبقى انت مرات فاروق صح؟ مفيش واد ليه طيب؟ خير. عمر. خير طبعا، ده خير جدا. انا لقيت ياقوت. بابا. بلبل يا حبيبي. ياقوت ساب البيت وانت لسه بترضع. ومين القمر اللي طلع علينا دي؟ ضيفه؟ لا انا دنيا. باين. بنتك دي انشراح؟ انت عايز ايه؟ انت مالك داخل علينا كده على غفله عمال تسال وتتطقص؟ في ايه؟ عايز ايه؟ مش عايز حاجه. عاوز ايه منكم انا؟ انتوا اللي عايزين مني. خلاص قصر. في ايه؟ اهدي يا ماما. هو ايه الموضوع يا استاذ فيروز؟ ونوس ونوس، مفيش موضوع ولا نيل على دماغكم. مالكم خلقكم ضيق كده ليه؟ الموضوع يا سيدي ان انا شفت ياقوت ابوكوا وعرفت مكانه، وعارف انه ساب البيت من 20 سنه، وعارف يعني ايه راجل يسيب بيته وعياله 20 سنه. حمل منيل تقيل محدش في الدنيا يقدر عليه قد الست انشراح. 20 سنه، كنت 36 37 يعني في عز عزك، شابه وجميله وقمر ولسه والله. وكل الناس تسألها هو جوزك فين؟ هو جوزك راح فين؟ وهي تستحمل وتكبر وتربي. هي مين اللي قمر؟ في ايه يا عم الحاج؟ انا ساكت من الصبح ومش عايز اغلط فيك. انت جاي على اخر الليل تخبط علينا وتحط علينا وتشكر امي على انها ربتنا. في ايه؟ بس يا عزيز، عزيز الغيارة ابو صور الغلباوي، تصحى تزن من الصبح وما تبطلش لغايه الليل. طلع 5 ادوار على رجلي عشان اقول لكم لقيت ابوكوا وعرفت مكانه، جاي الم شملكم، جاي اعمل خير. الا محد قال لي ريح رجلك يا عم ونوس ولا تشرب ايه؟ ابوكوا مش كده خالص. ابوكوا ياقوت كان ابو الكرم كله، ده من كتر كرمه ساب كل الزمن. بس اتهدوا والله يا شراح، الدنيا بهدلته، ما عرفتش حتى اكلمه ولا بشره. يلا ورقه وقلم يا بلبل بس عشان اكتب العنوان. لا ولا ورقه ولا قلم ولا حاجه، هو عايش تحت كوبري يا دي النيل نسيت. الواحد لو ما خدش الحبايه بتاعت كل يوم ده ينسى اسمه. طب كوبايه ميه لو سمحتوا. وكوبري ليه مطلع ومنزل. متشكر. الواحد بيفوت عليه يوم ويومين ما يشربش كوبايه الميه دي، مع ان الدكتور موصيني هو قال لي الميه خلي بالكوا يا عيال، الميه دي اهم حاجه في الدنيا. والواحد كبر امبابه
هتلاقوه مرمي هناك، حالته عيضة، يصعب على الكافر. صعب عليا قوي. خلاص خلصت؟ اتفضل مع السلامة. أنا كده خلاص عملت اللي عليا. مين يصدق إن ده بيت ياقوت؟ وياقوت تحت الكوبري. مين يصدق إن أبوك اللي تحت الكوبري ده عنده ملايين؟ ملايين إيه؟ ملايين الملايين. يلا الفقري فقري. إيه في إيه؟ شاي يا دنيا لعمك ونوس. ولا شاي ولا نيل. انا مش عايز شاي. انا عايز اروح. انا اصلا مش فاضي، انا عندي مواعيد، انا عندي دكاتره وكشف على ركبي. ده ايه البهدله دي؟ هلا امال انا لو جاي استلف منكم كان زمانكم رميتوني في بير السلم. عم ونوس، هو حضرتك بجد شفت بابا؟ هو فعلا قاعد تحت كوبري؟ يا عمي مش مهم ابوك دلوقتي خالص. احكي لنا بقى يا عم ونوس، ايه حكايه ملايين الملايين دي؟ عزيز عزيز عزيز، ولع في عمك ونوس يا عزيز. انا ماشي يا عم. دي حقوق وفلوس، بس انت حره. حقوق ايه وفلوس ايه؟ حاضر. امكم تعرف كويس قوي ان احنا واحنا عيال كلنا كنا عايشين مع اهالينا في جنينه قصر كبير بتاع ناس اغنياء قوي، اللي ابوه طباخ واللي ابوه سواق. والناس الاغنياء دول لما بيموتوا الطيبين منهم يعني بنلاقيهم مورثين حاجتهم لاقرب حد ليهم، ان شاء الله كلب ولا قطه. المهم ورثنا القصر بالجنينه. الارض لوحدها تسوى ملايين يا عزيز. الملايين دي ورثها ابو ياقوت وابويا. الحكومه قالت لنا ملكوش حاجه وما اعترفتش بالورقه وأممت القصر بالجنينه، ورفعنا قضيه على الحكومه. ابو ياقوت وابويا وماتوا. احنا بقى لا طولنا ابيض ولا اسود. وفضلت القضيه مرفوعه سنين وسنين، والناس تتريق علينا ومحامين يقبضوا. ماشي انا ماشي. ماشي على فين؟ كمل يا عم عزيز استنى بقى. عم ونوس انسى موضوع القضيه والقصر دول خالص. حضرتك بجد عارف مكان بابا؟ هو ايه اللي مش مهم القضيه والقصر؟ هو انت اصلا كنت شفت ابوك؟ عم ونوس كمل احسن لك. محدش عايز يسمع يا عزيز. لو حد عايز يسمع انا كمل. انا اهو سامعك. كمل. مامك عارفه كل حاجه. مش ابوهم طفش وسابك وسابهم وسابني انا كمان شريكه؟ انا لوحدي اللي قعدت عافر في القضيه. اكتر من 98,000 جنيه غير الشهادات والقهاوي. محدش يستاهل، خساره فيكم. كمل. القضيه اتكسبت يا عزيز. بقيت انا وابوك نمتلك اكبر قصر بجنينه في اغلى حته في القاهره. انا امضي وهو يمضي جنبي. ياقوت ابراهيم جاد، وكله يبقى تحت ايدينا. قلت اجي اقول لكم على مطرحه ونروح له كلنا والكل يهيص. وطولة العمر ليكم. هو انا ولا ياقوت ابوكم هنهيص قد ايه يعني؟ كام سنه؟ لكن لا، انا غلطان. انا رايي ما تتعبوش نفسكم، خليكم في الباميه والرز احسن. تجيبوه من تحت الارض وتخنعوه. هو مش عايز، انا عايز. نمر ونوس ده. ماما، انت تعرفي الراجل ده بجد؟ لا مش فاكراه قوي، بس هو كان صاحب ابوكم واحنا صغيرين، ولما كبرنا ما شفناهوش. ده بيقولوا انه تعبان ونايم تحت كوبري. ازاي يعني؟ يا جماعه احنا لازم نشوفه، نسأل عليه. بس انا فاكره كويس. كان غريب كده، ما بيتكلمش كتير، بس لما كان بيلاقيني مش عارف حاجه كان بيعلمني.
فاكر في مره كنا في البحر وسابني وطلع كنت هغرق. صح يا ماما؟ فاكر يا فاروق؟ فاكر. ربنا يعافيه ويسامحه. ما ربنا بعت لكم الراجل اهو لحد عندكم يقول لكم انه موجود وبخير وخير كتير وراه. والله ما انا فاهماكم خالص. الراجل عرف طريق ابوكم وعنده ملايين، وانتم محسسين انكم بشوات. اللي بيتكلم عن الذكريات واللي نفسه يشوف ابوه. هم يضحك. اغنياء انتوا قوي كده ومستغنيين يا فاروق. ما تقولي حاجه يا ام فاروق. قولي حاجه يا نرمين. ربنا بعت لنا ونوس ده لحد عندنا عشان رزق العيال، وانتوا بتتكلموا في ايه؟ عايزانا نعمل ايه يا هاله؟ نقوم نتحزم ونرقص؟ لا يا حبيبتي، من غير رقص ولا حاجه. فاروق ياخد اخواته ويروحوا عند كوبري امبابه، يجيبوا ابوهم ويتمتعوا بخيره. استغفر الله. هو ابوك انت ولا ابونا احنا يا هاله؟ لا يا حبيبتي، ابوكم انتم، بس الحق يتقال حتى لو ما عجبش حد. الحق يقولهولك جوزك لما ياخدك من ايدك وتطلعوا السلالم يا ما شاء الله عليكي انتي وبناتك، وتدخلوا شقتكم وفي اوضتك وعلى سريرك، ويفهمك ايه الحق، ويقولك مين اللي رباه وخلاه شحط وعملهولك جوز. فلوس ابوه خيره ولا مين؟ ما انا الغريبه وسطيكم، وكلمتي انا هي اللي بتضايق. يلا يا مي، يلا يا ندى. هتطلع معايا يا فاروق ولا اطلع لوحدي بالبنات؟ هيطلع معاكي. هتطلع معاها يا فاروق ولا هتاخد اخواتك وتروحوا تدوروا على ابوك الغلبان العيان المسكين علشان تاخدوا فلوسه وخيره؟ ما ترد. تصبحي على خير يا ماما. خير خير ان شاء الله. احسن، عشان تتعود تلم لسانها. صراحه الست ما غلطتش، انا ما بطيقهاش بس الحق يتقال. هلا ما غلطتش. انا لو ابويا ابليس وعنده خير هروح اخده منه، ولا إيه يا دنيا؟ انا ماليش دعوه بالحاجات دي، الحاجات دي تخصكم انتوا لوحدكم. انا مش فاهمك. واحده جوزها طفش، هج، لبست هي الليله 3 عيال وبنت، طلع عين اهلك عشان تربينا، ودلوقتي جات لك الفرصه انك تستريحي. فين المشكله؟ ما تاخدي حقك منه وتخلينا احنا كمان ناخد حقنا. ما تكلموش، خصميه، طلقي منه. ده انت لحد دلوقتي لسه على ذمته. انا مش فاهم، حب ده ولا كر ولا ايه؟ روح له وانا ماسكاك. هروح هدور عليه، بس مش عشان هو ابويا، لا. انا من ساعه ما صحيت من النوم وسالتك عليه قلت لي ما اعرفش، انا اعتبرته ميت، ولحد دلوقتي هو ميت. بس لو جثته هتجيب فلوس هروح ادور عليها. بس ما ترجعش هنا تاني، تروح تدور عليه تشوف لك حتة تانية. يعني ايه؟ يعني انت هو بسم الله ما شاء الله راجل وشحط وخاطب وعندك عربية شغال عليها، وفجأة طلع لك أب مليونير، وماله؟ روح له، روح له حبيبي، بس تنسى أمك وبيتها وقدام خطيبتك الغلبانة اليتيمة دي. بقولك لو هتروح تدور عليه ما ترجعش هنا تاني، وانت عارف كلمتي ما بتنزلش الأرض وما برجعش فيها. ماشي، انا هنزل اشوفك لعيشي. عقلي خالتك يا دنيا، وانت لو قعدتي لوحدك كده وفكرتي هتعرفي ان انت غلط،
وهتعرفي ان عزيز هو الوحيد اللي في ولادك اللي بيلاغيكي في الصح، عشان مش دلدول ولا دلوع. السلام عليكم. النزول اوسخ من الطلوع. ركب من النزول بتفرك فرك يخرب بيت سلالمكم. العواجيز اللي زيي لازم يبقى معاهم شنط فيها ركب استبن. تحب اوصلك؟ يا ريت تبقى وفرت عليا المشوار. اوبا اجمل. امك معاها حق برضه. مفيش واحده تصحى الصبح ما تلاقيش جوزها وتسامحه. معذور. ابوك هو اللي مفتري، وطول عمره هراب كده، وطول عمري مظلوم معاه. الناس كلها فاكره ان انا الشقي وهو الطيب الغلبان. اسموني. قول ازاي يا عم ونوس؟ حكايه القصر الفلوس دي بجد ولا السن ليه احكامه وانت؟ انا كبرت صحيح وبنسى ساعات، لكن لسه ما خرفتش يا عزيزي يا ابن ياقوت يا زنان. في قضيه وكسبناها فعلا ولها رقم. لو عايز تطمن روح اسال عليه. هي رقم يا دي النيله. نسيت. اركن هنا، اركن نزلني. نسيت. مش بقول لك السن ليه احكامه. خد الأجرة. لا يا عم خليها علينا المره دي. أجرة إيه؟ من إمتى الناس بيدفع أجرة؟ ده رقم القضية عشان تطمن. عارفك شكاك. حلوة البت دنيا دي، مقلوظة كده فرصة. هتتلم يا راجل انت راجل كبير، انا مش عايز امد ايدي عليك. خلينا في أبوك، خلينا في أبوك. بلاش ست النسوان دي بتودي في داهية. انت بتشتغل ايه يا عم ونوس؟ ملاهي. عندي ملاهي. يبقى تعالى ركبك الصاروخ وقطر الموت وادخلك بيت الاشباح. هلعبك كل الالعاب بتذكره واحده. خد ده الكارت بتاعي فيه العنوان. متشكرين على التوصيله يا عزيزي يا ابن ياقوت يا زنان.